وقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي يصدق على غالب أمة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمة وسط. ثم عندنا مسألة مهمة هنا، وهو أن وصف الله عز وجل لهذه الأمة بكونها أمة وسط ما معنى ذلك؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره، فثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: عدول خيار. فالمعنى الأول في معنى أن هذه الأمة وسط بين الأمم أنها أمة عدول، أمة عدول، فهم عدول في نقلهم، وعدول في حكمهم، وعدول في تصورهم وقولهم وفعلهم، فلا يظلمون أحدا، ولا يكذبون في لسان، ولا ينقلون شيئا ينسبونه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم خرصا وظنا، وإنما هم عدول في نقلهم، عدول في حكمهم، عدول في فعلهم. وهذه من أجل الصفات التي يوصف بها المرء أن يكون عدلا. والمعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن معنى الوسط أي أنهم خيار، فهم خيار الأمم ولا شك في ذلك. ولذا فإننا الآخرون زمانا، الأولون يوم القيامة المقدمون. وكل الأنبياء نوح، فمن بعده من أنبياء الله عز وجل ورسله هم تحت لواء نبينا وسيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم من أنبياء ورسل وسائر الناس، هو سيدهم. وأمته صلى الله عليه وسلم هم الظاهرون يوم القيامة، وهم أكثر الناس دخولا للجنة في ذلك الموقف العظيم، وهو ذلك دليل خيارهم وأنهم خيار الناس. ولذا فإن من أجل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان فإنما ينزل متبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، حاكما بشرعه، آخذا بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الوسط هم العدول في نقلهم وفي حكمهم وفي فعلهم، الخيار في فعلهم وفي إثابة الله عز وجل لهم. ومعنى ثالث في معنى كون هذه الأمة أمة وسط أي أنهم متمسكون بالصراط المستقيم، ليسوا بالمغضوب عليهم ولا بالضالين، فهم وسط بين طرفي الغلو، وكلا طرفي الغلو ذميم. وسط ليسوا بمفرطين ولا بمفرطين، وسط ليسوا بتاركين ولا بغالين، وإنما هم ممتثلون ومتبعون لأمر الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ولذا فجاء عن مجاهد وغيره من السلف أنهم لما ذكروا الصراط المستقيم قالوا: هم القرآن، وهو السنة، وهو الإسلام، وهو امتثال أمر الله جل وعلا. إذن من كان ممتثلا لأمر الله عز وجل فهو الوسط الذي ليس بغال ولا بجافي،